جايب موبايل غالي ودافع فلوس كتير قوي عشان الكاميرا تبقى واو. عمال تشوف فيديوهات ومش عارف ازاي تصور بشكل حلو قوي من الموبايل اللي انت جايبه والكاميرا الفظيعة. تعالى، انا هعلمك ازاي تطلع صور زي المحترفين من الموبايل بتاعك. انا خالد ابو الدهب، مصوراتي، وهعلمك التصوير. اول حاجة لازم ناخد بالنا منها قبل ما نطلع الموبايل ونفتح كاميرا الموبايل، هو فين الاضاءة؟ الإضاءة فين؟ هل في شمس ولا في مثلا إضاءة عادية؟ أول حاجة أعملها ما أقفش في وش الإضاءة، خلي الإضاءة تخبط فين؟ لا مؤاخذة في قفايا. صح كده. ليه؟ عشان تنور الشخص اللي هيبقى قدامي اللي أنا هصوره، عشان ما تجيش في العدسة بتاعتي وتبوظ لي الصورة. فدي أول خطوة هتحسن الصورة بتاعتك. هتعمل إيه بقى كمان غير إنها تنوره؟ هتخلي الألوان زاهية جدا وفظيعة، أكنك بص يعني عامل فوتوشوب. ليه؟ لأن هي الصورة عبارة عن إضاءة. إزاي نتحكم في الإضاءة عشان ناخد صورة كويسة؟ فأول حاجة لازم نعملها إن احنا نخلي مصدر الضوء في ظهرنا. طيب اتزنقنا ومفيش مكان غير ده ومصدر الضوء في وشنا، نعمل ايه؟ نفتح الفلاش، هيقلل الضرر. ليه؟ لان اي حد بيقف قصاد مصدر الضوء، تمام، لو انت الكاميرا هنا ومصدر الضوء عندك، اللي هيقف بيني وبينك هيبقى حاجة اسمها سيلويت، معتم، عشان هو متنور من وراه. فلما اضرب الفلاش بتاعي هينور الوش شوية. ده معناه ان انا ما اقفش بقى في صنعاء او في اليمن، اقف جنبه، اقرب منه شوية. ليه؟ عشان اضاءة الفلاش تنزل عليه.